أعلنت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية اليوم السبت موافقتها على المشاركة في مفاوضات جنيف بشرط مناقشة القضايا الإنسانية قبل المشاركة في أي مفاوضات سياسية. وصرح سالم المسلط المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات بأن اللجنة العليا للمفاوضات ستذهب إلى جنيف السبت أو الأحد لبحث الأمور الإنسانية والتي تمهد للدخول في مفاوضات العملية السياسية. وأردف المسلط أن الهيئة أعدت قائمة تضم 3000 اسم لأطفال ونساء سوريين في سجون الحكومة ستطالب بالإفراج عنهم. ومن جانبها رحبت واشنطن بقرار المعارضة السورية المشاركة في مفاوضات جنيف، حيث اعتبرت هذا القرار بمثابة فرصة تاريخية للذهاب إلى جنيف وعرض الوسائل الملموسة لتطبيق وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وإجراءات أخرى كفيلة بإعادة خلق الثقة. وحتى الدقيقة الأخيرة كان الرفض هو الموقف المعلن من جانب الهيئة العليا للمفاوضات التي تضم معارضين سياسيين وعسكريين، والتي شددت على طلبها بوقف الغارات الجوية ورفع الحصار عن بعض المناطق قبل البدء بأي مفاوضات. وكان مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورة قد وجه الدعوة للحكومة السورية وللهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية للاجتماع في جنيف لإجراء محادثات غير مباشرة، حيث يجلس ممثلو الجانبين في غرف منفصلة. إلى ذلك أعربت السعودية عن تأييدها لقرار الهيئة التفاوضية العليا لقوى الثورة والمعارضة السورية في الرياض بالمشاركة في مفاوضات مؤتمر جنيف.